لو انت من عشاق الأكشن والإثارة فكمل الملخص ده للآخر عشان تعرف الحكاية من البداية للنهاية. بيبدأ فيلمنا بشون اللي كان بيهرب من البوليس ولسوء حظه ما بيعرفش وبيقع في حمام السباحة والبوليس بيقبض عليه. طب هو حكاية الولد ده ايه بقى؟ الولد ده اقتحم مركز الاتصالات وطبعا دي جريمة لازم يتعاقب عليها. وبعدها بيوصل هانك اللي متجوز مامته عشان ياخده، ولما الظابط قال له على اللي عمله اعتذر له ووعده ان ده مش هيتكرر تاني، واللي هو ولد سي سوري لعمه وقول له انا مش هعمل كده تاني. وخد شون ورجعوا البيت، ولما رجعوا كعادة اي ام فتحت لشون تحقيق وفضلت تسأله انت عملت كده ليه وازاي وامتى وفين، ولازم تعرفني وتقولي السبب. لكن شون فضل ساكت وما اتكلمش ودخل اوضته ورفض يقول لها السبب. وبعد ما دخل الاوضه طلع ورقه غريبه مكتوب فيها كلام ورموز مش مفهوم بالنسبه له، فحاول يفهمها لكن ما قدرش يجمعها بخياله، لحد ما دخل عليه هانك وشاف الورقه اللي معاه وقال له انا عارف الكلام ده ومعناه لانه مكتوب بشفره موريس، ولو عايزني اساعدك تفهمه وتقول لي انت ليه اقتحمت مركز الاتصالات. قام شين بصله وقال له بصراحه الكلام ده وصلني برساله على الجهاز اللاسلكي لكن معرفتش احدد المكان اللي اتبعتت منه الرساله، فانا حاسس ان الرساله دي من جدي أليكس وعشان كده اقتحمت مركز الاتصالات عشان اخد منه معلومات يمكن تساعدني شويه ان اعرف المكان. هانك بيقتنع بكلامه وبيبدأ يساعده ويفك معاه الرموز المكتوبة، ولما فكها قال له إن المكتوب في الرسالة بيقول إن الجزيرة الغامضة موجودة فعلا مش مجرد كلام. ساعتها شون اتصدم واتخض وقام على طول وجاب له 3 كتب عن الجزيرة الأسطورية واللي كتبهم جون فيرن، وكان قايل إن الجزيرة دي غامضة ومحدش يعرف عنها أي حاجة. ساعتها هانك بدأ يقطع الخرائط اللي موجودة في الكتب وبدأ يجمعهم ببعض، وقال إن الجزيرة دي موجودة في مدينة بارلو أو باولو، ما تركزوش قوي عشان أنا مش عارفة أقرأها، المهم إن المدينة دي في المحيط الهادي. وساعتها شون بيصمم إنه يروح الجزيرة دي عشان يدور على جده أليكس، وهانك بيقرر إنه لازم يساعده ما ينفعش يسيبه لوحده، ووقتها بدأوا يتحايلوا على مامته عشان توافق إنهم يروحوا هناك، وبعد محاولات ومهادرات وافقت أخيرا. هانك الحقيقة كان متعاون جدا وهو اللي حجز تذاكر السفر للمدينة اللي أنا مش عارفة أقول اسمها دي، ولما وصلوا هناك قابلوا راجل بسفينة وصفوا له المكان اللي عايزين يروحوه، وساعتها الراجل قال لهم المكان ده خطر وأي سفينة بتعدي من هناك ما بيبقاش ليها أي أثر. وفي الوقت ده كان في واحد بيتصنت عليهم وشاف صاحب السفينة رافض يوديهم، فعرض عليهم يوصلهم المكان بالطيارة بتاعته، لكن هانك رفض وقال له ان لو ركبنا مش هنلحق نوصل، الطياره شكلها قديم. وفضل الراجل يقنعه ان الطياره تمام وهي شكلها مش احسن حاجه لكن امان الامان. وقبل ما يرد هانك ظهرت بنت الراجل ده، ولما شون شافها عينه كانت هتطلع عليها، ففضل يتحايل على هانك عشان يوافق لانها اكيد هتركب معاهم. وركبوا الطياره ولكن المنحوس منحوس، كان في اعصار خلى الطيار يفقد السيطره شويه على الطياره. وساعتها شون بيطلع الكتاب وبيقول لهم ان لازم ندخل في الإعصار عشان نوصل للجزيرة، ولما دخلوا فيه الطيارة اتدمرت ووقعوا في البحر. وهانك كان بيحاول يوقف شون وبنت الراجل اللي كان معاهم كانت بتدور عليه، وبعد شوية لقيته مدفون في الرملة وقدروا ينقذوه. وبالصدفة شون بيشوف كهف وبيدخلوا فيه وبيفضلوا ماشيين لحد ما بيلاقوا الجزيرة، وشافوا فراشات غريبة وكبيرة وكمان فيل بس صغنن. ومش بس كده، ده هانك وهو ماشي داس على بيضة وقال لهم ان دي شكلها بيضة حيوان عملاق ووجودنا هنا خطر، احنا لازم نمشي بسرعة. لكن هانك ملحقش يكمل الكلمة وشاف سحلية كبيرة نايمة وقال لهم ان دي اكيد البيت بتاعها ولازم نمشي قبل ما تحس بينا. بس الراجل اللي كان معاهم شكله ما كانش مركز في الكلام وداس على بيضة تانية، والسحلية النايمة صحيت وبقت تجري وراهم. وهانك حاول يخوفها بشعلة نار لكن هي كانت اقوى من كده وبتجري وراهم عادي وبتهاجمهم. بس الغريب ان في حد وقع عليها جذع شجرة وموتها، والحد ده بيطلع أليكس جد شون، ولما بيشوفوا شون بيجري عليه وبيحضنه. وبعدها أليكس بياخدهم للمكان اللي عايش فيه وبيعترف لشون انه قدر يصنع جهاز لاسلكي وانه هو اللي بعت له الرسالة عشان متأكد انه هيقدر يعرف مكان الجزيرة المفقودة. وبعدها أليكس بقى بياخدهم في جولة في الغابة، وبعدها بيوصلوا المدينة مفقودة، وأليكس بيعرفهم ان دي أطلانتس المفقودة، واللي اكتشف المدينة دي قبطان واسمه نيمو. وهانك كان واقف سرحان، بس فجأة قال لهم ان المدينة دي هتغرق في خلال 4 أيام ولازم نمشي من هنا بسرعة، وده بسبب المية المالحة الموجودة على الأرض واللي أكيد جاية من المحيط.
بس أليكس بيفاجئهم وبيقول لهم إن مفيش أي طريقة للخروج من المدينة غير غواصة القبطان نيمو واللي محدش يعرف مكانها فين، لكن إحنا ممكن نروح المقبرة اللي مدفون فيها يمكن نقدر نوصل لحاجة. ولما وصلوا محدش فيهم عرف يدخلها غير بنت الراجل اللي كان معاهم عشان هي الوحيدة اللي جسمها سمح لها تدخل المقبرة. وأول ما بتدخل بتشوف جثة نيمو وفي إيده دفتر، أول ما بتاخده المقبرة بتنهار وهي بتطلع بسرعة على آخر لحظة. ولما بتطلع بتدي أليكس الدفتر اللي في إيديها، وبيبدأ أليكس يقرا المكتوب وقال لهم إن الغواصة موجودة في أقصى الشمال وأنا عارف طريق ممكن يوصلنا أسرع. وأول ما بيمشوا بيلاقوا غبار قوي هجم عليهم من الدهب، وساعتها شون بيعرف إن في دهب كتير موجود ناحية الغبار ده. ولما بيقرر يروح هانك بيمنعه بيقول له مفيش وقت، إحنا لازم نمشي بسرعة. بس شون بيرفض، لكن بنت الراجل اللي كان معاهم بتأثر عليه وبتقول له إن هانك بيحبه وخايف عليه، وهو عشان معجب بيها سمع كلامها وكملوا طريقهم اللي هيوصلهم للغواصة. وهم ماشيين بيقابلوا جبال عالية جدا واللي ما كانوش عارفين هيعدوا منها ازاي، لحد ما أليكس اقترح عليهم يركبوا على النحل العملاق ده عشان يطيرهم ويقدروا يعدوا الجبال. ولكن مفيش حاجة بتيجي معاهم سهلة، وهم طايرين في عصافير عملاقة بتهجم على النحل اللي راكبينه عشان تاكلهم. وفي عصفورة هجمت على النحلة اللي راكبها شون وكانت هتقع بنت الراجل اللي كان معاهم، لكن شون أنقذها في آخر لحظة. بعدها شون بيطير وبيدخل في شبكة عنكبوت وبيقع ورجله بتتكسر، فبيقرروا يرتاحوا في المكان ده شوية عشان يقدروا يكملوا. وهنا شون بيسمع الراجل اللي كان معاه وهو بيوعد بنته بفلوس كتير قوي. لكن تاني يوم لما بيصحى شون بيلاقي ان مستوى المية زاد كتير قوي، وبيخمن ان الجزيرة هتغرق في أقل من 3 ساعات. ومش بس كده، ده بنت الراجل اللي كان معاهم بتكتشف ان ابوها مش موجود، ولما بتفتكر كلامه بتعرف انه اكيد راح عند المكان اللي فيه الدهب، وبتصمم انها تروح تجيبه. أليكس بيروح معاها وبيتفقوا على مكان يتقابلوا فيه قبل الجزيرة ما تغرق. اما بقى هانك وشون راحوا يدوروا على الغواصة وفعلا لقوها موجودة تحت المية، وبنت الراجل ده وصلت له وشافته وهو بيحاول ياخد من الدهب، لكن بتجري وبتحاول تقنعه انهم يمشوا بسرعة لان الجزيرة خلاص هتغرق. اما هانك وشون بعد ما وصلوا للغواصة كان في سمكة كهرباء كبيرة بتهاجمهم، فخافوا وركبوا الغواصة بسرعة. ولكن اكتشفوا ان الغواصة محتاجة شحنة كهربائية كبيرة جدا عشان تتحرك. وفي اللحظة دي هانك جات له فكرة انه يشحن الغواصة من السمكة العملاقة، وفعلا خرج من الغواصة ورمى سهم متوصل بسلك عليها، وخطته نجحت وقدر يشحن الغواصة واشتغلت. وفي نفس اللحظة الجزيرة انهارت وأليكس واللي معاه وقعوا في المحيط، لكن بيتصدموا لما بيلاقوا هانك وشون في الغواصة وبيلحقوهم على آخر لحظة. وبعدها هانك بيتحرك بالغواصة عشان يرجع المدينة، لكن بيقابلوا صخور كبيرة جدا لازم يتخلصوا منها وإلا الغواصة هتتدمر. وكان لازم يستخدم صاروخ، وفعلا جهزه وخلى شون يدوس عليه وقدروا يتخلصوا من كل الصخور ورجعوا المدينة. الله عليك يا عم بخ. وبعد كام شهر كان عيد ميلاد شون، واللي فرح قوي لما بنت الراجل اللي كان معاهم جت واحتفلت معاه. بس جده أليكس شكله كده مش عايز يجيبها البر، واداله هدية، والهدية عبارة عن كتاب رحلة إلى القمر، وده معناه إن في مغامرة جديدة بمخاطر كتيرة وربنا يستر. وتوتا توتا خلصت الحدوت. لو عجبك الملخص ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة عشان تعرف الحكاية من البداية للنهاية مع ندى وهبة.